تنويه. الفيديو ده فيه معلومات كتيرة جدا اخدت مني سنين واخدت مني خبرة على ارض الواقع علشان اتعلمها وعلشان اطبقها مع عملاء. فلو انت مش مستعدة تغيري من نفسك ما تكمليش الفيديو ده. عارفة انت احساس ان يكون عندك مناسبة وما انتش عارفة تلبسي اللبس اللي انت عايزاه علشان شكل جسمك مش حلو، او اي حد بيتنمر عليكي بسبب شكل جسمك؟ والنهاردة انا جاي اخلصك من الموضوع ده تماما. ده انت زايدة 5 كيلو الاسبوع ده، وانا شايف كمان ان المقاسات متغيره، حتى مناطق الانوثه عندك زايده والوسط بينزل، مع ان الاكل كتير والمفروض ان وسطك يزيد والمفروض ان بطنك تزيد، بس بالعكس وسطك نزل والمقاسات كلها عندك زادت. فاكره الاسبوع اللي فات لما كلمتك وقلت لك يمشي على النظام ده؟ انت قلت لي لا ده الاكل كتير وخايفه لا يطلع لي بطن وكلام من ده وعندي مناسبه. شفت النتيجه؟ فاسمحي لي بقى اعرف البنات الخطه اللي احنا مشينا عليها. انا عارف ان كتير من البنات عندها نفس المشاكل دي، بتحاول تزود وزنها ومش عارفه، بس الاول خليني اقف معاكي خطوه واعرفك ليه جسمك مش بيزيد. عشان ابسط لك الموضوع هشرح لك على الازازه دي. انا هعتبر ان الازازه دي هي جسمك، والميه اللي جواها هو الاكل اللي انت بتاكليه على مدار اليوم. يعني طول اليوم الميه اللي جواها ده الاكل اللي انت اكلتيه. الاكل ده لما بيخش جسمك بيتحول لسعرات حراريه. السعرات الحراريه دي كل ما الازازه دي اللي هو انت هتتحركي كل ما الميه دي هتخس، كل ما تتحركي اكتر هتخس، كل ما تعملي مجهود اكتر واكتر هتخس خالص لحد ما تخلص على مدار اليوم كله. فبالتالي جسمك مش هيزيد. ليه؟ لان مفيش اي حاجه فاضله من الاكل اللي انت اكلتيه في جسمك ان هو يتحول لعضلات او دهون. هتلاقي جسمك يا اما بيخس يا اما جسمك ثابت مش بيتحرك. ولكن لو عكست الموضوع، لو ده جسمك واكلتي الاكل اللي هو ملا جسمك كله واتحركتي حركه خفيفه وما عملتيش مجهود كتير، فبالتالي هتخسسي بس نص الاكل اللي انت اكلتيه اللي هو نص الازازه. هيفضل النص التاني ده جسمك بيحوله يا اما دهون يا اما عضلات، وده اللي انت هتعرفيه في الفيديو ده. لو عملتي اللي انا هقوله لك دلوقتي ايه اللي هيحصل لك؟ جسمك هيزيد بسهوله وبسرعه، هتزيدي في الاسبوع لا يقل عن 3 4 كيلو، وسطك هيصغر ومناطق الانوثه عندك هتكون بالشكل اللي انت بتحلمي بيه. انا عارف ان انت شايفه ان الموضوع معقد وكبير، وده ممكن يكون بسبب انك فاكره ان الاكل كتير جدا. اول حاجه هيكون مكلف، تاني حاجه انك ممكن ما تبقيش قادره تتحملي كميه الاكل دي. زي بنات كتير بتجيلي الجيم بيكون هدفها ان هي تزود وزنها، بتكون مفكره ان الاكل كتير وهيتعب معدتها، ولكن العكس ده اللي انا هثبته لك دلوقتي. والحل هيكون انك تعتمدي على الاكل اللي فيه سعرات حراريه عاليه. طب ازاي؟ يعني مثلا ممكن تاكلي وجبه كبيره جدا ولكن السعرات الحراريه اللي فيها تكون قليله، ما تملاش الازازه زي ما احنا قلنا، غير حاجه خفيفه خالص السعرات الحراريه اللي فيها قليله جدا. وممكن تاكلي وجبه صغيره جدا ولكن بيكون فيها سعرات حراريه عاليه قوي. الجسم مش عارف انت بتاكلي الوجبه دي عباره عن ايه والوجبه دي عباره عن ايه. جسمك بيحلل الوجبه اللي انت بتاخديها ويحللها الى سعرات حراريه من بروتين وكارب ودهون صحيه. فالافضل انك هتركزي على الدهون الصحيه، لان كل جرام من الدهون الصحيه فيه 9 سعره حراريه، كل جرام من الكربوهيدرات فيه 4 سعره حراريه، كل جرام من البروتين فيه 4 سعر حراريه. فانا ههتم بالدهون الصحيه علشان فيها سعرات حراريه عاليه، ههتم بالنشويات عشان النشويات هي اكتر حاجه بتزود الجسم، وههتم ان انا اقسم وجباتي على مدار اليوم. يعني مش هاكل وجبه واقول انا ما بزيدش ليه، مش هاكل وجبتين بس واقول انا ما بزيدش ليه، لا لازم تكوني مقسمه وجباتك لا يقل عن 4 وجبات، وتهتمي بالاكل اللي فيه سعرات حراريه عاليه. يعني مثلا لو جسمك محتاج 2000 سعره حراريه، انت دخلي من 2500 ل 2700، ممكن توصلي ل 3000 سعره حراريه. ده اللي هيخليكي تزيدي بشكل كبير جدا. بسطت لك الموضوع، عملت لك نظام غذائي كامل يوصلك للهدف اللي انت بتحلمي بيه، يوصلك للجسم اللي انت عاوزه توصلي له من غير ولا جنيه. كل اللي عليكي انك تتاكدي انك عامله اشتراك في القناه، عشان هعمل لك فيديو واعرفك ازاي تحسبي سعراتك الحراريه. وعملت لك ملف، انزلي دلوقتي هتلاقيني سايب لك النظام الغذائي في اول تعليق. ما تنسيش تعملي اشتراك في القناه وتشير الفيديو مع حد انت بتحبيه عشان يستفيد هو كمان. انا كابتن عزو، سلام.